بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ومشاهديني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى، اللي بيحب ام علي يجي يقرب هنا ويشوف انا عملتها ازاي بارخص ما يمكن واسهل ما يمكن. لا بقى هتفردي عجينه ولا تحطي زبده ولا هتحطي قشطه ولا كريمه، حاجه كده في منتهى السهوله في منتهى الرخص، وتطلع احلى من احلى ام علي اكلتيها في اي محل. تعالي هنشوف هنعملوها ازاي وبابسط التكاليف وفي اقل وقت ممكن تعمليها. تعالي نشوفوا هتتعمل ازاي. انا جبت هنا نص كيلو ملفي جاهز. الملفي ده بيتباع عند بتاع الكنافة جاهز كده ورخيص جدا. بيتباع الباكيتة كده فيها نص كيلو. جايبة حبة بقى مكسرات، يعني جوز هند على زبيب على سوداني، حاجات مش مكلفة خالص وبتدي طعم في منتهى الجمال. الملفي كده بتكسريه كده حتت صغيرة. النص كيلو ده قضى معايا 4 طواجن زي ما انتوا شايفينها. بتحطي جزء كده من الملفي وفي النص بتحطي المكسرات بتاعتك، وبعدين تكملي تغطيه بالملفي برضو قطع الملفي. اهم حاجه ما تمليش الطاجن بتاعك قد نصه كده او اكتر من نصه بحاجه بسيطه، ما تملهوش للاخر. هنعمل كل الطواجن بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، شويه ملفي من تحت. طبعا لا عجينه بقى ولا هتتعبي نفسك تعجيني وتورقي وتحطي زبده والكلام ده، لا، الملفي الجاهز ده في منتهى الجمال في منتهى السهوله. بتملي كده الطواجن بتاعتك زي ما قلت لك لغايه نصه كده، وبعدين هنبدا نغلي اللبن. انا جايبه نص كيلو لبن، نص كيلو لبن من عند اللبان، دسم كده بالقشطه بتاعته. اهم حاجه يكون دسم كده عشان يدي طعم للام علي. هنغلي اللبن، نسخنه ونغليه. النص كيلو هحط له كوبايه سكر، كوبايه دي يعني 200 جرام من السكر. ام علي تملي تتحب وهي مسكره، ما تتحبش وهي باسله. وهي باسله ما بتبقاش لذيذه، وهي مسكره بتبقى احلى بكتير. وكله اذواق طبعا، كل واحد وذوق. حطينا السكر وحطينا معلقه من الفانيليا، وهنقلب برضو اللبن كده والفانيليا بالسكر لغايه ما يغلي معايا. وهو بيغلي كده تنزلي باللبن على الطواجن بتاعتك. شايفين؟ هتبصي تلاقي الملفي بتاعك شرب اللبن وفضل معاكي شويه، هتحطيهم برضو على الوش لاخر نقطه. يعني ما تبخليش باللبن، انا عايزاه يتغطى كده باللبن ويبقى كده يعني مش مكتوم، بيبقى فيه لبن في النص. اهم حاجه بقى المهم ده اللي عندي المختلف عن اي حد، انا ما حطيتش لا كريمه ولا قشطه. انا حطيت ايه؟ زبادي. زبادي ده انا عاملاه في البيت باللبن طبعا الدسم بتاعي، وحطيته كده وعملته. عملت زبادي في البيت، وزي ما انتم شايفين حوالي دول يطلعوا حوالي 3 علب زبادي. شايفين؟ طبعا الزبادي في البيت احسن بكثير من الزبادي الجاهزه، بتلاقيها دسمه كده، بتعمليها بقشطتها بتدي طعم في منتهى الجمال. شايفين؟ بعد ما حطيت على الوش الزبادي بتاعتنا، جبت معلقتين سكر بودر كده وهنحطهم على الوش. اهميه السكر بودر ايه بقى؟ بيدي لون، لما تحطيه في الفرن كده تحت الشوايه بيديكي لون سريع كده في منتهى الروعه. اهم حاجه بعد ما تحطي السكر كده ما تنسيش تمسحي الحروف بتاعه الطواجن بتاعتك عشان ما تتحرقش منك. شايفين؟ بالمنديل كده تمسحي الحروف بتاعه الطواجن كلها، تحطيها تحت الشوايه، ما تولعيش الفرن ولا حاجه، هو الشوايه بس. تحطيها حوالي 5 دقايق، هيطلع لك لون في منتهى الجمال وطعم ما يختلفش عن اي ام علي اكلتيها بره، بل افضل كمان من بره. خفيفه بتبقى وفي منتهى الروعه. هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن، شايفين جمالها؟ شايفين اللون وجماله؟ شوية السكر حطيتهم على الزبادي، حروقوها كده وعطوها منظر وعطوها كمان جمال لما تيجي تاكليها. الحروقة دي بتدي طعم في منتهى الروعة. بعد كده بتزينيها، لو عندك شوية مكسرات زيتين بتزينيها كده بالشكل اللي انت عايزاه. ما عندكيش مفيش اي مشكلة، ممكن تتاكل كده. اهم ما في الموضوع بتبصي تلاقي ام علي مش مكتومة، هشة كده من جوه، كلها لبن في منتهى الجمال. وخصوصا الايام دي، الايام الساقعه بقى داخل علينا الساقعه، ام علي دي بتبقى جميله كده، مدفيه وحلوه قوي ومغذيه للكبير وللصغير. يا ريت اللي يعجبها الفيديو ما تنسانيش في اللايك والاشتراك. لو عجبك الفيديو، لو عجبك القناة، ما تنسيش تشتركي وفعلي الجرس للكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة والقديمة. اقول لكم ايه، اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادي قاسم، وتصبحوا على الف خير.